قبل ما تكمل عن النصر خلينا ناخذ اتصال هاتفي عشان بس ما نطول علينا، طولنا عليك كثير. الامير فهد بن خالد رئيس النادي الاهلي، مساك الله بالخير سمو الامير. مساك الخير اخوي توفيق، مساء الخير لضيوفك الكرام. الف مبروك الفوز والنقاط الثلاث اليوم. الله يحييك ويبارك فيك اخوي توفيق، الحمد لله رب العالمين. هو الحقيقه يعني بس للايضاح تركي، انا اللي كنت طالب مداخله بسبب بسيط انه جاتني اكثر من رساله. يقول اني اتجهت جماهير النادي الاتحاد واني قلت لهم من وراء خشومكم وغصبا عنكم او شيء زي كذا. وانا اقسم بالله لا اتجهت لا لجمهور الاتحاد وما قررت من الدرجه الاتحادي، ولا ان شاء الله اخلاقيات اللي المباراه كلها 3 نقاط والجميع شاهدها. الروح الاخوه والمحبه كانت هي سائده طول المباراه. فانا حبيت اوضح برنامجك للجماهير الاتحاديه بالذات انه تقديرهم فوق الراس والعين، واداره الاتحاد تربط فيها علاقه اكثر من ممتازه. في الاخير احنا ابناء مدينه واحده، ابناء بلد واحد، وباذن الله هي مباراه لا تتعدى 3 نقاط. كسبنا الاتحاد الموسم الماضي، كسبنا اليوم. في الاخير يبقون اخوان وغاليين علي انا شخصيا. فبس حبيت والله تركي اوضح الفوز والخساره مع وضع اي فريق. انت كنت توجه حديثك لجمهور الاهلي يعني؟ سام انت كنت توجه اللقطه اللي شفناها بعد المباراه كانت الجمهور الاهلي؟ والله ما تعدى، انا طالع غرف عن جمهور الاهلي واقول جبناها بالقوه. يعني الظروف الاهلي يعني والله لا اقصد فيها اساءه لا للاتحاد ولا يمكن يعني ان شاء الله انها توصل بيننا وبين الاخوه في الاتحاد او اي نادي اخر. بس اني اتجهت لجماهير الاتحاد واني سويت حركه او شيء، لا والله لا من اخلاق. والله جميل. سمو الامير خليني اسالك بس طالما انك معنا في المداخله نبغى نسالك شوي عن الاهلي. مباراه اليوم امام الاتحاد 3 أهداف مقابل هدف، هل هذا معناه انه على المشجع الاهلاوي ان يرفع سقف التوقعات، سقف المطالبات، سقف الحلم بان يطالب بالدوري؟ والله دائما المشجع الاهلاوي هو اللي يدفعنا للعمل بكل امانه تركي. لكن اسمح لي اتحدث بس بنقطه قبل ما اتحدث عن طموح المشجع الاهلاوي. انا حاب اشكر رجل الاهلي الاول الامير خالد بن عبد الله اللي كان حاضر معنا على طول الاسبوع هذا، وكان خير موجه للاعبين، وكان في عمل بالامانه اداري وفني طول الاسبوع هذا. يشكر عليه الاجهزه الاداريه والفنيه انه حاله الخمول لا تعود لنا زي ما كانت مباراه الهلال. واحنا مباراه الهلال الجميع كان متوقع ان المكسب للنادي الاهلي، اللي حدث انه انهزمنا بنتيجه كبيره. فكان هذا درس لنا والحمد لله. يعني الجميع تجاوز المباراه بمجهود الجميع، فله مني كل الشكر نيابه عن كل الاجهزه اللي تعمل في النادي. اما ما يطمح له المشجع الاهلاوي اليوم فاكيد انه سقف الطموح عنده ارتفع، لكن انا ارجع واقول زي ما قلت في بدايه الموسم لن نعد بالطريق، تحتاج الى عمل كبير. احنا لسه في بدايه في تصحيح الاخطاء اللي كانت مرتكبه الموسم الماضي. نعم. باذن الله ان ربي يوفقنا ونكون منافسين اقوياء. الامير فهد بن خالد رئيس النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك، شكرا للتوضيح. وزي ما اكد هو طلب المداخله انه يوضح هذه الصوره.